بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نبدي بس نقول الدكتور دولير الله يوفقه والله ينطيه الصحه والعافيه على هذا الدكتور الراقي، الانسان الراقي اللي هو يعني والله انصح كل الناس اللي يريد يشتغل لا يشتغل غير يم دولير. يعني انا طبعا اهلي كان عندهم فتق فاشتغلتهم بتكريت، ما نريد نذكر اسماء دكاتره ولا نقول دكتور الفلاني، ولكن تعبني يعني عمليه صرفت عليها كذا مبلغ، ولكن ولا كاني مسوي عمليه. بعد شهر او شهرين رجع الفتق نفس النظام، ولا كاني مسوي العمليه ولا كانه انا مشتغل، وصار في فلوسه تعبان وتعبت المريض. فاجيت هنا الدكتور دولير. طبعا دكتور دولير قبلها اجيت سويت قص معده هم الاهلي، يعني الله يوفقه، يعني صار تقريبا سنتين. يعني حتى اللي اقول له انا سويت قص معده الاهلي يقول لا ماكو هيج حكي. اللي شيء اللي الحمد لله لا مضاعفات ولا شكت من شيء. يعني مرات من تقول فلان قص معده، فلان تمرض وصل للموت، صار بي كذا صار بي كذا، الفضل لله عز وجل، لا مضاعفات ولا صار بيها شيء ولا شكت من شيء. فكذلك رجعنا سوينا كذلك الفتق، يعني الحمد لله عمليه ناجحه 100%، ويعني شغل راقي، وانطاني ضمان، قال لي مثل ما اعطيتك ضمان بالقص المعده اعطيتك ضمان بهاي العمليه، وروح ان شاء الله بعد يعني ما ترجع علي ولا تقول لي بيها فلان شيء. فانسان راقي والله انصح كل اهلنا بكل المحافظات العراقيه اذا يريد شيء ضمان، شيء يرتاح من وراه، شيء من تصرف عليه فلوس تقول يستحق صرف فلوس، اللي هو دكتور دولير. اسال الله ان يوفقه ويبارك بعمره وبعمله. انسان راقي، شغله راقي، واللي يريد يشتغل يمه والله ما يخسر. اني اجيت اشتغلت يمه قص المعده الاهلي واشتغلت الفتق، الفضل لله عز وجل، ما شكوا من شيء خلاص. وانسان راقي بتعامله، باي وقت تدق عليه ويجاوبك، ما عنده تكبر 1%. والله العظيم اللي يسوي يمه ما يخسر. انا مو مجامله ولا يعني حتى امجد بالشخص، بس والله الشخص يستاهل امجده، واسال الله ان يوفقه ويبارك به ويرزقه من حيث لا يحتسب. میهرەبانی، دڵسۆزی و لێزانی.